بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله سريعه وسهله. المقادير هنقولها مع بعض كده. دي ميه بصل، ملح، فلفل اسمر، وطبعا شرايح اللحمه زي ما احنا شايفين كده. دي بقى لحمه البفتيك جبتها من عند الجزار. عايزه اقول لكم يعني اللي حابب يجيب بفتيك ويعمله في البيت. هو انا مش هعمل بفتيك يعني، بس اللي عايز يعمله ما يروحش هو يشتري لحمه على بعضيها ويقول هقطعها انا ايه ويسترخص يعني، لانها بتكون اغلى شويه من اللحمه العاديه. بس لو انت رحت جبتيها لحمه من عند الجزار كده وقطعتها في البيت هتشد معاكي جامد ومش هتبقى حلوه، لان اللحمه دي بتبقى من حتت معينه في الذبيحه. الجزار بيكون عارفها. فطبعا عشان بيطلع لك حمرة بالشكل ده كده بتبدأ تهدر معاها كده ايه، لحمة. فطبعا مش هيدارك بنفس سعر اللحمة العادية، عشان بتبقى حمرة زي ما احنا شايفين. هطلعها كده. عايزة اقول لكم بقى الفرق بين اللحمة بتاعة البفتيك واللحمة بتاعة الستيك ايه. البفتيك زي ما احنا شايفين كده شرايح اللحمة بتبقى رقيقة، ولازم نفردها بالشكل ده كده ونفتح الأنسجة بتاعتها. لكن الستيك بتكون اللحمة بتاعته السمك بتاعها سنتي ونص، ومش بنفردها خالص زي البفتيك كده، زي ما هي كده. وتيجي تحط صابعك في اللحمه نفسها، قطعه اللحمه تلاقي مكان الصابع علم في اللحمه، لانها بتكون طريه قوي قوي اللحمه بتاعه الستيك بالذات، اكتر من لحمه البفتيك. عشان كده السمك بتاعها بيبقى ايه، سنتي ونص تقريبا. ومش كل الجزارين على فكره بيعملوها، لان اللحمه بيبقى صعب شويه ان الجزار يعرف يظبطها، الا اذا كان جزار شاطر. ولحم الستيك بالذات بيكون مش في اي مكان تقدري تجيبيه. ده تجيبيه من اماكن زي مثلا هايبر، وزي مول العرب مثلا، وفريش فود. بس انا عارفه ان فريش فود فيه اسعار اللحوم هناك عاليه جدا جدا جدا. ده علشان طبعا انا سمعت يعني ان المواشي دي بيسمعوها موسيقى وبيعملوا لها مساج عشان يحصل امتزاج بين اللحم والدهن بتاعها، فتلاقي اللحمه بتاعتها الشكل بتاعها رخامي. وكمان بتاكل من ايه، من مراعي طبيعية. انا كده خلاص خلصت تتبيلة الشرايح اللحمة اللي معايا، وهبدأ دلوقتي اسيبها بقى واروح اجهز النار علشان اعملها عليها. انا طبعا هعمل عندي كانون كده فوق هعمل عليه. حبيت اغير فكرة يعني المطبخ النهاردة، بس انا عايزة اقول لكم ان البوتاجاز بيكون احسن في الستيك والبفتيك والحاجات دي كلها، بيكون اسرع من النار. لو انت مش شاطره قوي ان انت تعملي حاجات على الفحم، فيفضل ان انت تعمليها على البوتاجاز على طول علشان ينجح معاكي. لازم في حاجات مهمه قوي تكوني واخده بالك منها. الطاسه تكون سخنه جدا زي ما احنا شايفين كده. الستيك بيتعمل يا جماعه على زبده، ما بيتعملش على سمنه. يعني انا حطيت 3 قطع من الزبده، بس الكاميرا فصلت وانا بضيفهم، وشوية زيت، وحاطة فصين من التوم، وورق لوري، وحبهان. هحط الستيك كده في الطاسة. هي دي زي ما انا قلت لكم لحمة البفتيك، بس انا هعملها بطريقة الستيك بالظبط. وبعد ما احطها كده مش هاجي ناحيتها بالمعلقة. يعني ايه مش هاجي ناحيتها؟ يعني ما تفضليش تقلبي فيها رايحة جاية رايحة جاية، علشان التقليب ده هتخليها تطلع السوائل اللي فيها وتتحول للحمة عادية خالص. وبعدين لما انا هاجي اطلع مثلا الدور ده خلاص يعني لازم الطاسه تكون سخنه قوي قبل ما احط الدور التاني. ده بيقعد على النار لمده دقيقه. الجنب ده ياخد دقيقه، وبعدين اقلبها الناحيه التانية تاخد دقيقه تانية. يبقى كده بيقعد على النار دقيقتين بالظبط، وبيتشال علشان ما يشدش معاكي. لو غيبتيه على النار هتلاقيه بقى زي اللحمه، ومحتاج ان هو ايه، يبقى ويل دان. لكن هتضطر ان انت بقى تسويه. لكن لو انت عملت زي ما انا عملت كده، لا هيطلع معاكي طري وهيطلع كويس، وهيفضل فيه السوائل بتاعته محتفظ بيها. طبعا لو انا حطاه على البوتاجاز هياخد شكل احمر اسرع من كده. لكن انا بالنسبه لي مش هيفرق معايا خالص اللون، اهم حاجه يطلع معايا مستوي وطري.
وهنشوف دلوقتي لما اشيله من الطاسة هنشوف هو طري ازاي. لو نشف منك على النار او طولت شوية في الوقت بتاعه هتلاقيه شايلاه كده من على النار مخشب حاجة كده ناشفة. لكن عشان تتأكدي ان هو ناجح معاكي لازم تشيليه تلاقي قطعة اللحمة او الشريحة اللي انت شايلاها بتاخد وتدي معاكي كده رايحة جاية. هتعرفي ان هنا استوى معاكي تمام، وفي نفس الوقت نجح معاكي طريقة الستيك. طبعا الستيك بقى لو انت اشتريتي اللحم نفسه بتاع الستيك اللي هو السمك بتاعه 1.5 سنتي، ده هيقعد معاكي تقريبا على النار 4 دقايق او 5 دقايق. نص الوقت طبعا جنب ونص الوقت على الجنب التاني، وتشيليه علشان برضو ما يجمدش معاكي. بصوا شايفين قطعة اللحمة شرايح اللحمه رايحه جايه معايا، يبقى كده تمام زي الفل. هعمل بقى باقي الكميه وارجع لكم تاني. بس عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان توصلكم كل فيديوهاتي. كده خلاص انا خلصت الكميه. شايفين لما شلت الستيك من على النار وسبته يهدى دي السوائل اللي موجوده فيه، وهنلاقي شوفي يعني دي شرايح لحمه، بس هنلاقي اللحمه من جوه لونها وردي على الرغم ان هي رقيقه. بصوا شايفين الستيك لما تيجي تعمليه لازم تلاقي اللحمه من جوه لونها وردي، ما تبقاش نفس لون اللحمه من بره. سبتها ارتاحت ودي السوائل اللي نزلت من اللحمه، طعمها ما شاء الله حلو جدا. عايزه اقول لكم لو اول مره تشوفوا القناه وعجبكم الفيديو بتاعي يا ريت تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس.